حبايبي الحلوين، جده أكبر مننا يبقى جده بيعرف عننا. دي حدوتة من زمان أقولها لكم. بقى هو كان يا مكان كان في ملك. في يوم زعل الملك من الوزير، غضب الملك على الوزير، ويومها أمر الملك إن الوزير يتعاقب لوحده. لا، أمر الملك إن الوزير يتعاقب هو وكل أولاده. والناس استغربوا، الله، طب إذا كان الوزير هو بس اللي غلطان، إيه ذنب أولاده؟ قال الملك الوزير أب والابن جاي منه، الوزير أب والابن مش هيختلف عنه. والناس سكتوا. مين يقدر بقى يرد على الملك؟ هو أصدر الأمر وانتهى الأمر. في يوم من الأيام دخلوا الحرس على الملك وقالوا له راجل عجوز من المدينة له كام يوم قاعد على باب القصر وبيطلب المقابلة، وبيقول مش هيمشي إلا ما يشرب المية من إيد الملك. الملك سمح له بالدخول. دخل عجوز الحكاية مسنود على العصاية، والملك جاب له المية في كوباية فضة. لكن غريبة، العجوز ما شربش. الملك جاب له المية في كوباية ذهب، واللي أغرب إن العجوز ما شربش. واستغرب الملك وسأله مش أنت جاي علشان تشرب؟ الله، طب مش بتشرب ليه؟ العجوز قال للملك من قبل ما أشرب لازم في الأول أعرف حبة المية اللي في الكوباية دي جاية منين. الملك قال له إيه اللي منين؟ من النهر. شرب العجوز؟ لا، ما شربش. لكن رجع سأل الملك تاني، طيب ومية النهر جاية منين؟ قال له الملك ما انت عارف مية النهر جاية من البحيرة اللي في الجبل. شرب العجوز؟ لا، ما شربش. لكن سأل الملك طيب ومية البحيرة جاية منين؟ ويستغرب الملك من كتر الأسئلة، لكن يرد على العجوز ويقول مية البحيرة جاية من المطر. وقبل العجوز ما يسأل طيب ومية المطر جاية منين، اتكلم الملك وقال مية المطر جاية من سحاب السماء، وسحاب السماء جاية من بحور الأرض، ومية البحر بتبقى بخار، والبخار بيطلع في العالي يبقى سحاب، والسحاب بعد كده ينزل مطر يبقى بحيرة في الجبل، تنزل منها مية البحيرة من الجبل تعمل نهر. وهنا يبتسم العجوز ويقول يعني النهر جاي من البحر، دلوقتي أشرب بقى. والعجوز يشرب، والعجوز يقول غريبة، شوف مية النهر إيه ومية البحر إيه. مية النهر حلوة يشربها العطشان يرتوي، تشربها الشجرة تكبر، تشربها الزهرة تتلون. حلوة مية النهر، لكن مية البحر ملحة، لا تسقي زهرة ولا شجرة ولا تروي عطشان. ويقول له الملك لأن النهر مختلف عن البحر، النهر غير البحر. وهنا عم العجوز يقول كلمته، البحر في الأصل أب والنهر جاي منه، ومع إن البحر هو الأب لكن النهر مختلف عنه. وفهم الملك وعرف الملك عمنا العجوز بيقول على إيه. بيقول على ابن الملك، على ابن الملك اللي عامله وزير. الوزير أب والابن جاي منه، لكن ممكن جدا يكون الابن مختلف عنه. وسكت الملك. ولما اتكلم الملك أمر بالعفو عن أبناء الوزير كلهم، وعمنا العجوز قال اللي ما فيش حد قاله، وعمل اللي ما حدش يقدر يعمله. وانا دايما بقول لكم مش في الحواديت بس، دايما العجوز كده كلهم اكبر مننا وبيعرفوا عننا، علشان كده بنسمع كلامهم كلنا. جدو يا جدو يا أجمل. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة. هنا القاهرة.
حبايبي الحلوين، بتحبوا العسل الأبيض؟ بتقولوا آه، أنا كمان بحبه قوي زيكم. عارفين باكله إزاي؟ بحطه على اللبن وأشرب اللبن، بيبقى لذيذ قوي. جربوا زي كده وقولولي بيبقى حلو قد إيه. عارفين العسل الأبيض اللذيذ ده مين اللي بيعمله؟ النحلة الصغيرة اللي بتشوفوها دايما بتطير في الجناين من شجرة لشجرة ومن زهرة لزهرة، بتشرب الشربات اللي في الورد والأزهار وتعمله جوه جسمها الصغير عسل أبيض لذيذ، وتخزن العسل في بيت صغير تعمله من الشمع. البيت ده اسمه الخلية. عرفتوا كل ده؟ نقول بقى الحدوتة عن نحلة صغيرة شاطرة ومدبرة، في كل يوم الصبحية تخرج من الخلية وتفضل طايرة من زهرة لزهرة ومن وردة لوردة، تلم في الشربات، مفيش كسل عشان تعمل الشهد والعسل. وفي يوم وهي طايرة زي عادتها سمعت صوت بيقول لها: انت يا نحلة يا صغيرة، ايه حكايتك؟ كل يوم بتخرجي من خليتك وتفضلي طايرة تزني وتلفي، ايه هو مفيش حد بيشتغل الا انتي؟ بصت النحلة الصغيرة تشوف مين بيكلمها، لقيته الديك ابو الريش واقف نافش جناحاته وعمال يزعق. ردت النحلة الصغيرة الطيبة قالت له: طب وانت زعلان ليه كده يا ديك؟ انا بشتغل وعارفة ان الكسلان مش بيشتغل زيي، انما انت اللي مش بتشتغل، انت اللي كسلان، ودايما الكسلانين بيتضايقوا من النشطة الشغالين. الديك قال لها: ايه انا كسلان؟ ما بقاش قلنت يا نحلة، يا اللي ما تجيشي قد صباع رجلي تقولي لي الكلام ده انا؟ ردت النحلة قالت له: حقيقي انا صغيرة واصغر من صباع رجلك كمان، انما انا طول النهار بشتغل واشتغل، انا طول النهار شايفاك